السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هلا حبايبنا متابعين قناة تي في بغداد. اليوم راح أحكي لكم قصة حقيقية عجيبة. شوفوا قساوة الأهل والإنسانية والظلم اللي انعدمت على بنية من ذي قار، وأتمنى تستفادون من هاي القصة، لأنه الصدمة تسوي بيك شيئين: أما تدمرك أو أن تصنع منك شخصا أقوى تصعب هزيمته، والاختيار متروك لك. طبعا بنية اسمها بنين من ذي قار، عمرها 30 سنة، مطلقة وعدها بنية. البنية عمرها 10 سنوات، عايشة عند أبوها، أخذها منها بعد الطلاق. بنين حاولت توفر لنفسها مصرف، ففتحت صالون كوافير بغرفتها عند أهلها. هي من النوع اللي تحب تلبس ونازوكية وتكشخ، لكن أهلها ما يحبون هذا الشيء. يقولوا لها إذا حابة تلبسين وتكشخين ما تتزوجين. قالت لهم ما أريد الزواج. قالوا لها لعد ما تطلعيني من البيت. المهم ضغطوا عليها هواية، أبوها وأخوانها وأمها، والكل صار ضدها، ما حد وقف وياها. بنين كان عندها فيسبوك، فتعرفت على ولد من العمارة عمره 28 سنة، متزوج وعنده أطفال 2. طلب إيدها للزواج، وكل ظنها بنين أنه كان يكذب عليها. المهم خطبها الولد وتزوجت. أول شهر خلاها ببيت وحدها، بعدين أخذها البيت أهله وسكنها بالمطبخ مالتهم. كان المطبخ وسخ حيل، لكن نظفته وقعدت بيه وقالت ما يخالف، وين أروح؟ بعدين زوجته الأولية ذبت أطفالها عليها وراحت لأهلها، وكان ولد مخبل عمره 5 سنوات والبنت 7 سنوات. طبعا بنين خلتهم بقلبها ودللتهم دلال، وهذا بعد شهر من زواجهم. ويقولها أريد أتزوج بعد. قالت له بعدني عروس ليش هيك تسوي؟ قال لها أنا عندي النسوان نزوة يومية وحدة. المهم لا يجيب مسواق ولا يعطيها مصرف، مع أنه يلعب بالفلوس لعب، ويروح لبغداد للملاهي يخلص فلوسه وما يعطيها. أخذ منها التليفون حتى ما تحكي ويا أهلها وأخوانها وأخواتها، وخلاها تحلف بالقرآن أنه تتبرى منهم وما تحكي وياهم. هو بيوم من الأيام ضربها هواية ويقول لها قالت تجيبين أختك أسوي علاقة وياها. قالت له تروح فدوى لأختي، وراح أقول لأهلي على هذا كلامك. قال لها إذا تحجين كلمة أقولهم دازت لي صورتها عارية قبل لا أتزوجها. وهي أبد ما سوت هيك شي بحياتها، وبعد معاناة ظلت تتابع وقدرت تحصل على جهازه، وفتحت الفيسبوك مالته، لقيت محادثات بينه وبين جماعته عن ممارسة اللواط. هي حائرة، لا أكل ولا شرب من التفكير والحزن، لدرجة أخذت حبوب تنتحر. أخذوها للمستشفى وسووا لها غسل معدة. الظاهر الحبوب ما أثرت عندها قوة تحمل. المهم رجعت وفكرت شنو تسوي. أقول ليش هيك تسوي ويا جماعتك؟ لو أظل ساكتة، لو أطلب الطلاق. لكن واجهته وقالت له قرأت محادثات مالتكم أنت وجماعتك بالفيس.
طبعا نكر وصار وجهها أصفر وحلقه أبيض، وقال لها نتشاقى. قالت له هذا مو شقة. قال لها إذا تحكين أي كلمة أسوي عليك قضية شرف. قضية شرف. قالت له انطيني جهازي خلي خابر على أهلي. قال لها ما أعطيك إياه، وطلعت من البيت وبقتها. واتصل على أخوها وقال لقيت أختك تحكي ويا أكثر من شاب على الفيسبوك، وعندي محادثات وإثباتات على هذا الشيء. طبعا أهلها صدقوا كلام زوجها، لأنه هي ظلت ساكتة، مع العلم شهر كامل ما أخذ منها التليفون، ومحرمها أنه تسمع صوت أهلها كليتهم. المهم خابر على أمها وقال لها تعال أخذي بنتك، ما أريدها بعد. وهدد بنين إذا ما تتنازل عن الحاضر والغايب أسوي قضية كبيرة. طبعا بنين تنازلت عن حقوقها بسبب ضغط من قبله، خوفا على أهلها وأخوانها. من رجعت لأهلها 1.5 شهر عدها نزيف، لأنه من اتطلقت أخوانها قتلوها قتل خبال، يعني تعرضت لتأنيب من قبل أخوانها، حتى الأم وياهم، حتى الأم ويا أخوتها تقتل بيها. يشوفوها تنزف ما حد ياخذها للطبيب، ظلت تقوم وتوقع ما تتحمل. أخذتها أختها للطبيب، طلع عندها طفل ميت ببطنها وهي ما تعرف، وأخذها النزيف. كله بسبب منه؟ كله بسبب أهلها وضربهم وضرب زوجها، دمروا حياتها، وهسه يعاملوها معاملة الخدامة. ولحد الآن هي مريضة تقوم وتشتغل والنزف ما أخذها. قبل يومين بنين اكتشفت أنه واحدة من صديقاتها عندها علاقة وياه، وتحكي له كل شي يصير وياها بالبيت. يعني شي يصير بالبيت البنين تروح تحكي له إياه. طبعا بنين راح تموت من القهر، يوميا تفكر شو تسوي بنفسها، وين تروح وشنو تسوي. هاي حبايب القصة، سمعتوها وشفتوها، شفتوا الظلم والشان. يعني انعدمت حياتها من قبل أهلها، ولا إلها حظ. لا بالأولي بنتها انحرمت منها، حاولت تسوي لنفسها مصرف بالبيت حتى ما تتعير، ولكن ما حد يريدها. رادت تحمل المسؤولية بنفسها. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم القصة. وبالختام حابة أقولكم كلمة: عندما لا نبكي على أحزاننا فهذا لا يعني أننا فقدنا الإحساس، بل أحزاننا كثرت علينا فلم نجد دموعا نعادلها، فاكتفينا بالصمت. اكتفينا بالصمت. لا تنسون حبايب قلبي الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو، حتى بدعمكم نستمر. وشكرا.